تطاول بعض المؤثرين على الإسلام وشعائره يجر الوزير التوفيق للمساءلة. تحت هذا العنوان نشر موقع هوية بريس مادة جاء فيها: وجهت مديحة خير عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق للتصدي لتطاول المؤثرين على العقيدة الإسلامية والمعتقدات الدينية للمغاربة بشكل يمس بهذه المعتقدات، وكذلك للتصدي لبعض الفتاوى التي يعطونها. وأوضحت مديحة خير أن الممارسات المشينة تسيء بشكل كبير إلى ديننا الإسلامي الحنيف وأسسه العقدية وإلى مفهوم الفتوى المنوط حصرا بإمارة المؤمنين. وسجلت عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب أن ما تصدره هذه الفئة من المؤثرين يتجاوز مداركها لكونه يندرج في المجال المنوط للمجلس العلمي الأعلى ويتعلق الأمر بالفتوى الدينية. وأوضحت المتحدثة ذاتها أن ما يروج هؤلاء من فيديوهات يمس بالذات الإلهية ويشكل ضربا لمعتقدات المغاربة ومقدساتهم وأمنهم الروحي.